السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي في الله، كل واحدة فينا بتدور على شيء تكسبه، بتدور على رزق حلال، بتدور على شيء تستمر بيه في بيتها، ما تمدش ايدها لحد. ابتدينا سلسلة مشاريع بسيطة جدا وحاجات موجودة عندك في البيت، انت هتستغليها، انت هتشتغلي بيها، انت اللي هتعمليها. حاجات بسيطة جدا، انت مش هتغلبي، مش عايزة رأس مال، حاجات انت بدماغك بس اللي انت هتدخل على بيتك قرش حلال، ان كان راجل او ست. المشروع بتاعنا دي هو مشروعين النهارده، او فكرتين في فكره واحده، او موضوع اتنين مع بعض. يعني انت ممكن تعملي دي ودي. الفكره الاولانيه انك انت برضو بعتمد دايما على اي مشروع هنقولوه، مش انك انت هتطلع فاتحه محل، لا، ده انت في بيتك. وعشان انت في بيتك طبعا ما فيش حد هيعرف ايه اللي انت عندك ولا ايه اللي بتعمليه. مش هتعملي المشروع في بيتك وتقفلي الباب وما تقوليش لحد والمشروع هيمشي او لا يشتغل. لا، انا بقول لك افكار وانت طوري فيها، بقول لك افكار بسيطه وانت شوفي اللي يريحك. برضو عجبتكيش الفكره دي، انتظري الفكره اللي جايه. الفكره بتاعتنا النهارده دي وهي فكرتين في بعض، انك انت هتقولي قدام جيرانك، لو انت مدرس هتنفع، لو ست بيت هتنفع، لو ست كبيره في السن هتنفع، لو راجل برضه او ست، لو مش قادره تتحرك ولا تنزل هتنفع. بس كله بالتليفون. هتتصلي بقرايبك، باصحابك، بجيرانك، بحبايبك، كله. انك انت اي حد عايز يعمل خضار، مثلا مثلا بسله، فاصوليا، بطاطس، جزر، اي نوع خضار تجهزيه وتحطوا لهم في الطباقه بتاعتهم وتودوا لهم جاهز على الطبيخ. ملوخيه، باميه، اي شيء انت بتجهزي خضار. دي نمرة واحد. انك انت برضو هتقولي قدام الناس اني انا اي حد عنده خضار، عنده كرنبة مش هتقدر تسلقها وتقطعها والكلام ده، تسلقها لها وتقطعها لها وتوديها لها تلفها، لو هي عايزاك تلفها لها تلفها لها. كل شيء بتمن، كل شيء بتمن. يعني تنظيف الخضار وتجهيزه بتمن. مثلا سلق الحاجات، مثلا زي الفاصوليا، زي اللوبيا، تعملي لها الكرنب وتقطعيه بتمن. انك انت تحطها لها في اكياس وتغلفيها بتمن. كل حاجه انت وتشوفي برضو الحاجات دي بتتعمل ازاي وبتتعمل. دي فكره وانت ابتدي فيها، وفكره هتكون كويسه جدا، سواء شاب، ست، راجل، لكل افراد الاسره تنفع معاهم. هتقولي قدام الناس برضو انك انت لو اي حد عنده خضار، ما عندوش خضار وعايزك انت تجيب الخضار وتعمليه في البيت، قول له مثلا الكيلو بشتريه بكذا وبنضفه بكذا وانا باخد كذا. تمام؟ برضو خليكي شاطره كده وواعيه، وخليك شاطر وواعي عشان برضو الحياه تستمر وتبقى فيه المعاناه والتعب ليها تمن. الفكره الثانيه بقى، دي فكره خلاص كده، تجهيز الخضار وتغليفه وتنظيفه وتقطيعه وتسلقه والكلام ده كله بتمن، وده كده. الحاجه الثانيه انك انت اللي تجيبي الخضار بنفسك، وانت اللي مثلا تغلفيه وتحطيه في اكياس وتفرزيه كمان وتبيعيه مفرز. زي مثلا تجيبي الخضار هتجيبيها برخص التراب، هتجيبي الجزر والبسله والفاصوليا والكوسه والبطاطس وهتجيبي مثلا الملوخيه والباميه والحاجات اللي بتتجاب من بره دي، كله ده على بعضه على بعضه. لو انت لو هتعملي لك حركه دي فريزر مليان، مش هيكلفك 100 جنيه. ب 100 جنيه بس ممكن تعملي المشروع دي. هتجيبي الحاجات دي كلها وتعمليها وتنظفيها. مثلا هتجيبي تعملي الخضار المشكل، تعملي فاصوليا، بسله، على جزر، على بطاطس، على كوسه، ده شكل. تعملي له مره تاني بفاصوليا، تزودي نوع تاني، تنقصي نوع تاني، تعملي اشكال مختلفه. تعملي الباميه وتقلميها وتنظفيها وتحطيها في اكياس وتغلفيها وتبيعيها برضو. الحاجات دي بيجيبوها من بره من السوبر ماركت، بتبقى ليها شهور طويله في السوبر ماركت ما عارفينهاش مدى صلاحيتها ايه، لكن انت هتجيبي طازه في طازه. والناس لو عرفت عنك كده، الناس هتسيب الدنيا كلها وهتجيبك، تاخد منك انت. هتجيبي مثلا الملوخيه تقرطفيها وتعمليها في مش هقول لك خرطيها زي زمان والكلام ده، لا. بعد ما تخرطيها، بعد ما تقرطفيها وتنظفيها كويس وتغسليها غسله كويسه، تروحي حطها في شويه ميه مغليه، ما تحطهاش على النار، شويه يعني شوربه مغليه، كبش شوربه بس، او كبش ميه مغلي، وتحطيه فيه وتسيبيه لحد ما تدبل الورقه، تدبل كده وتعملي كده بيه بالكبش لحد ما يدبل كله. تحطيه في الخلاط، تضربيه ضربتين وتحطيه في اكياس. انا بجيب بس يعني مثلا زي بجيب ب 10 جنيه ملوخيه،
واعمل ايه فيه، واروح اعمله بنفس الطريقه دي، اغسله غسله كويسه واجرطفه، وبعد كده اروح حاطه له يا اما شوربه يا اما ميه مغليه ويدبل، واروح ايه مصفياه من الميه او الشوربه، واحطه في الخلاط، واحط عليه شويه شوربه صغيرين عشان يضرب الخلاط معي. وبعد ما يتعمل يبقى جامد كده وتخين كده، يتجرس جريس كده، اروح حطاه في اكياس وافرزه عندي في الفريزر مليان بالطريقه دي من السنه للسنه. السنه كلها مش بحتاج ملوخيه، لا اتعب فيها مره واحده او مرتين في السنه كلها بعملها الحركه دي. لو انت عملت وبحت زي كده الباميه تنضفيها وتقلميها وتحطيها في اكياس برضو بالكيلو، الكيلو ليه ثمن، النص كيلو ليه ثمن، تعملي انت اكياس نص كيلو بس ما تعمليش غير لما تاخدي راي الناس وان الناس هتشتري منك. تمام كده، يبقى معاكي انت نمره واحد انك انت الناس تجيب لك الحاجه وتعمليها انت وتوديها لهم تاخدي عليها ثمن. نمره اتنين انت اللي تجيبي تجيبي الخضار وتغسليه وتنضفيه وتعمليه وتحطيه في اكياس. اللي عايزه فريش دلوقتي يعني طازه ياخده، اللي مش هيفضل اللي مش هيتباع معاكي فريش تحطيه في الفريزر وتبيعيه مجمد وتبيعيه مفرز. وكمان الحاجات دي بتنفع جو في رمضان، الناس اللي بتبقى عايزه حاجات سريعه بسرعه تعملها وحاجات بتبقى مضمونه. انت عارفه انا اي حد بيعمل حاجه في البيت انا بحبها جدا، ليه؟ طازه نظيفه، حاجه انا عارفاها هي جايباها منين وبتعملها منين. لو انت اشتهرت في الموضوع ده وانتشرت في الكلام ده، والله العظيم مشروع ممتاز جدا جدا، هيسهل عليك حاجات كتيره خالص، هيسهل على جيرانك، على زملاتك، على اصحابك، على اولادك، على جيران، على قرايبك، كله مشروع مفيد جدا ومش متعب جدا ومن غير اي تكاليف. لو انت هتتكلفي 100 جنيه بس. انا بقول لكم مشاريع يا جماعه ما فيهاش اي تكلفه من غير راس مال، عايزه بس دماغك وشويه ايه نشاط كده منك. تروحي هنا وتكلمي ده بالتليفون وتتصلي بده وتخلي ولادك يقولوا لده وجيرانك وحبايبك واصحابك ولاد خالتك ولاد عمتك بالمنظر ده هتشتري الموضوع. واهم شيء في اي مشروع انك انت التسويق، مش انك تسوقي لا الانتشار يعني، او التبليغ، او مثلا الاعلان عنه. هجيبها لكم مبسطه يعني تعلني عنه مثلا مع اي حد انت ايه تعرفيه والناس هتساعدك برضو. ده كان مشروعين في مشروع، ان شاء الله ربنا يفيدك بالخير يا رب، ويا رب يفتح لك ابواب الرزق. بس انت قولي يا مسهل، قول اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري، وقولي اللهم افتح لي ابواب الرزق يا رب، انت وكل اللي محتاجين يا رب ان شاء الله. افتح لنا يا رب وافتح لكم ابواب الرزق، وربنا يكرمنا ويكرمكم بالخير والسعاده والخير يا رب يعم علينا في بيوتنا والاولادنا والاهالينا والجيراننا. وما كانتش عاجباك الفكره دي، انتظري مني فكره تانية، انتظري مني مشروع تاني بسيط جدا برضو من غير اي تكاليف من عندك في البيت، مش هتتكلفي اي شيء. بس انت ابدأي وقولي يا مسهل وربنا يفتح لك ابواب الرزق. حبايبي في الله، لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، شير الفيديو، واشتركي في القناة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.